الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم بعد فترة غياب بسبب إن كانت في مشكلة في القناة، فاعذرونا يعني. إن شاء الله جبنا لكم حاجة جميلة النهاردة، حاجة معروفة international، وهي الفيل توناتو. فيل توناتو، فيل يعني اللي هي لحمة البتلو، والتوناتو اللي هو الصوص بتاعها اللي جنبها اللي في البولة ده، اللي هو مصنوع من التونة. ماشي. آآ ده طبق إيطالي أو item إيطالي. حاجة جميلة جدًا يعني، ومعروفة عند الكثير من الناس وكتير من الشيفات يعرفوها. وهي بتبقى لحمة باردة يعني، تمام. دي قطعة اللحمة اللي هي السمّانة. فيه ناس بتعملها من الbeef fillet، ماشي، وفي ناس وهي الصح بتاعها من السمّانة، ماشي. وفي مدارس مختلفة يعني كتير في المهنة. فعادي مش مشكلة من السمّانة أو من الbeef fillet، عادي يعني إيه، تمشي، ماشي. هي دول حتتين، بس أنا قسمتهم من النُص على 4 زي ما حضراتكم شايفين إيه، بالشكل ده، ماشي. زي ما حضراتكم شايفين كده، ما فيهاش دهون كتير، وحتة لحمة جميلة وحلوة، تمام، وبتكون طرية، وما بتاخدش وقت كتير في السِوَى، ماشي. عندنا بقى حلة هنا فيها مَيّة بتغلي مع بوكيه جارنيه، اللي هو البوكيه جارنيه، اللي هي الحزمة المعطرة، اللي هو البصل والكرات الفرنساوي والجزر، وبنتبّل ملح، ماشي، ونضبط الملح بتاعها، وبنحط اللحمة في المَيّة اللي بتغلي، ماشي، زي ما حضراتكم شايفين كده بالمنظر الجميل ده. وهنسيبها بقى إيه يعني، على حسب النار طبعًا اللي عندكم. هي غالبًا في ناس مثلًا تاخد إيه، نُص ساعة، في ناس تدّي لها ساعة، في ناس تحبّها تسوّيها medium، في ناس يسوّيها well done، تمام. إحنا هنسوّيها إيه، medium، ماشي. وبنيجي نشوفها بعد ما استوت، ماشي، بتكون إيه، بالشكل ده، تمام. زي ما حضراتكم تحبّوا طريقة السِوَى بتاعتها، عايزينها medium اللي هو نُص سِوَى، well done اللي هو سِوَى كامل، تمام. زي ما حضراتكم تحبّوا يعني، تمام. بعد ما طلّعناها من النار بنسيبها تبرد، تمام. وبعد كده بنقطّعها على مكنة الslice machine أو على إيدينا لو تحبّوا بسكينة تكون حامية شوية، ماشي. نيجي بقى هنا نجهّز الصوص بتاعها، تمام. وهو تونة، اللي هو طبعًا الصوص زي ما قُلنا في الأول إن هي فيل توناتو، توناتو اللي هو الإيه، مع صوص التونة يعني، تمام، أو بيتلو مع صوص التونة، ومستردة ديجون، تمام. في ناس بقى بتعمله ليه طُرق مختلفة الصوص ده. في ناس تقول لك الصح بتاعه ده هو يمكن المعروف عنه، تمام، اللي هو بيتعمل بصفار بيض وزيت زيتون ومستردة و والكابري، تمام. لكن في ناس إيه، ما تحبش صفار البيض. فإحنا هنا كده هنعمله بطريقة healthy شوية صحية، تمام، اللي هو مش هنحط فيه صفار البيض، هنحط بداله إيه، المايونيز، تمام. وده الليمون معانا، عصرة ليمون كده. يبقى دي المكونات أهي، المستردة والتونة والإيه وفلفل. مش هنحط ملح علشان خاطر التونة مالحة، والإيه التونة تبقى فيها سنة ملح وفيها إيه، والكبري فيه ملح، تمام. نضربه في الرُّخاية أو خلاط، ويطلع معانا القوام بالشكل ده. لو إحنا القوام ده تقيل ممكن نخفّه سِنّة، ماشي. آآ ده القوام بتاع الصوص بتاعنا، غرفناه طبعًا. دي عشان مراية بوفيه، ماشي. وده حطينا الصوص في بولة. ده القوام زي ما حضراتكم شايفين. بنيجي بقى هنا بنغرفه على الإيه، على المراية بتاعتنا أو الطبق زي ما حضراتكم تحبوا. ولو هتحطوه في طبق، بتحطوا عليه صوص على الوش لو تحبوا، ماشي. عايزين الصوص خارجي بالشكل ده ما فيش مشكلة. طبعًا ده عشان بوفيه، فأنا خلّيت الصوص خارجي، لإن في ناس ممكن ما تحبش تاخد الصوص عشان خاطر حساسيات وكده. ناس عندها مشكلة من المايونيز أو من التونة أو من الكابري، فعادي براحته، تمام، ممكن ياخده على كده، ماشي. اللي حابب بياخد إيه، بياخد الصوص معاه بياخده، ما فيش مشكلة يعني، تمام. ده الشكل النهائي كده، وإن شاء الله أتمنى يكون عجبكم. إن شاء الله أتمنى أكون قدمت لكم فكرة جديدة. وأشكركم